تحذير شديد اللهجة من مارسيل كولر لفريق الأهلي. اللي عاوز يعرف التحذير عشان ايه وبسبب ايه كمل معانا الفيديو لحد الآخر، وما تنساش لو انت أول مرة تشوف القناة اشترك فيها وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد وحصري في عالم كرة القدم، وكمان اعمل لايك للفيديو وشير علشان يوصل لأكبر عدد من المتابعين. بيبدأ مشوار الأهلي في دور المجموعات بدوري الأبطال الأفريقي بمواجهة ميدياما الغاني المقرر ليها 9 النهاردة مساء السبت على ملعب السلام. كلنا عارفين إن الأهلي في المجموعة الرابعة اللي بتضم معاه ميدياما الغاني وشباب بوزداد ويانج أفريكانز، حيث يسعى بطل مصر للحفاظ على لقب القاري الذي حققه على حساب الوداد البيضاوي المغربي. وخاض الفريق آخر تمرين على ملعب مختار التتش بالجزيرة، وطبعا تم السماح لوسائل الإعلام المختلفة بحضور الربع ساعة الأولانية وبس وفقا للوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم. وعاد مارسيل كولر المدير الفني محاضرة للاعبين قبل التمرينة الأخيرة اللي بتشمل على فقرات بدنية وخططية متنوعة وفقا لخطة الاستعداد للمباراة. وكمان المحاضرة كان فيها فيديو مدته تلت ساعة، والفيديو ده كان بيشمل على ملخص ل3 مباريات خاضها ميدياما في الدوري الغاني، صح في الدوري المحلي الغاني، وكان آخرها أمام أشانتي كوتاكو. وحذر كولر خلال المحاضرة من الانخداع بنتائج المنافس في المسابقة المحلية وتواجده في المركز الثامن، خاصة أن البطولة هناك لا تزال في البداية. وحسب التقسيمة اللي خاضها الفريق في المران الرئيسي يوم الخميس، فإن كولر استقر على التشكيل الذي سيخوض به المباراة، وهتكون من محمد الشناوي في حراسة المرمى، وأمامه محمد هاني، أكرم توفيق، ومحمد عبد المنعم، ورامي ربيعة، وكريم الدبيس، ومروان عطية، واليو ديانج، وإمام عاشور، وبرسيتاو، وحسين الشحات، واخيرا محمود كهربا. وبكده يكون الفيديو بتاعنا خلص. لو وصلت معنا لحد اخر الفيديو ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد وحصري في عالم كره القدم، وكمان تعمل لايك وشير الفيديو علشان يوصل لاكبر عدد من المتابعين.